لأن في بعض البرامج الرياضية تنقص الآن من عدم حصول أشرف حكيمي واللاعبين المغاربة في البطولة، وحتى محل إقامة الفيفا طبعا في الرباط، ولكن حتى في البرامج في العالم الآخر ينتقدون ويقول لك يا أخي أشرف حكيمي ما يستحق الجائزة. لا والله يستحق الجائزة بصراحة. العالم الآخر مشكلة في بعض البرامج الرياضية تستنقص وتنتقد الأمور في المغرب، من حيث طبعا استضافة الكاف سواء في مراكش أو حتى فتح مكتب الفيفا في الرباط. الرباط تغرد خارج السرب عكس العالم الآخر. المغرب تغرد خارج السرب عكس العالم الآخر. تفضل. أشرف حكيمي ما تشهد له أفريقيا يا عبد الله. أشرف حكيمي تشهد له الأولمبياد. صحيح. أشرف حكيمي يشهد له كأس العالم، رابع العالم. أشرف حكيمي باريس سان جيرمان. صحيح. أشرف حكيمي بطولة أوروبا. ما يحتاج ان افريقيا، هو حضوره لانه كان من ضمن اللعيبه المرشحين، واشمل ما في حضوره هي والده اشرف حكيمي. بالضبط. شوفوا اللاعب المغربي كيف نموذجه. ما ودى زوجته وحبيبته، ودى امه وياه. بالضبط. فانا اقول له الليفل مال اشرف حكيمي مع كامل احترامي ليست اساءه الكره الافريقيه، الليفل ماله عالمي مش افريقي. الله يوفقه ان شاء الله ان شاء الله في الاستحقاق القادم. معايير طال عمرك جوائز الاتحاد الافريقي معايير غامضه مش واضحه ومو بواضحه. والله كنت اتمنى حكيمي وكذلك زيزو صراحه الامور طال عمرك، لان انت اليوم تعطي لاعب نادي او حقق نتائج مع نادي في كاس الاتحاد الاوروبي، وتغفل عن لاعبين ايضا حققوا بطولات قاريه. اليوم لما تيجي تقول دوري ابطال اوروبا بقول لك ايه؟ الدوري الاوروبي، المؤتمر الاوروبي. بالضبط. وتميز عن يعني شويه كانت فيها مجامله جوائز خاصه لبعض الفرق او البلدان اللي ما نبغى نذكرها عشان الناس ما تزعل منه. عموما المغرب مستمره في تحقيق الالقاب والانجازات، سواء لاعبين وكذلك مدربين ومنتخبات، وحتى المكتب الفيفا في الرباط نقله نوعيه ان شاء الله. وعلى كذلك الاستاذ فوزي لقجع التركيز والدفاع عن المغرب في المحطات الخارجيه القاريه. الى اللقاء مشاهدينا الكرام.